السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله صفحة المطبخ الجزائري، مطبخ عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال مع رمضان بحول الله. جيتكم اليوم بوصفة سهلة اقتصادية، هي وصفة كراتة بالدجاج، يعني بأبسط المقادير. نروحوا مباشرة المقادير وكيفية التحضير. هناك جبت أجنحة الدجاج، أو استعملوا أي دجاج حبيتوه، فخاط أو صدر ولا أي حاجة حبيتوها. حطيتها مع نص حبة بصل، معدنوس، توابل اللي هما الملح، توابل دجاج، راس الحانوت، فلفل وشوية قرفة، فلفل اسود وشويه قرفان. قلهم جيدا ومرقوهم بشويه ما. درت البطاطا تاعي تنقلا، درتها على شكل دوائر، اللي حب يقطعها مربعات او طويله كيما حبيتو. نفرش الطبقه الاولى تاع البطاطا، بعد ما طاب الدجاج تاعي فتته وحطيته فوق البطاطا. حطيت كذلك جبن ابيض، اللي حب يزيد الزيتون يزيدو. وبعدها زدت الطبقه الثانيه تاع البطاطا. هذيك المرقه بعد ما اللي بقات لي كسرت فيها 3 حبيبات بيض، ضربتهم جيدا، فرغتهم فوق هذيك البطاطا كامل، وعلى الوجه درت جبن مبشور ودخلتهم التقراتينة وقدموها في صحن تقديم. هذه النتيجة النهائية، تجي تخطر بالمنة. إن شاء الله تجربوها، ما تنسوش متابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.